يمكن الطبيعي بتاعي ان انا ما بعملش فيديوز موجهة للطلبة، بس خليني اقول ان الفيديو ده مهم جدا جدا. عزيزي الطالب، احنا بدأنا موسم التسليمات، السنة بتخلص خلاص. ارجوكم استحموا، الموضوع بسيط. انت متخيل احساسي انا هيكون عامل ازاي وانت جايب لي سبمشن بتحطها قصادي، عايزني اصححها واحط عليها درجة وانا مش طايق اشم ريحتك، انا مش عارف اناقشك، لا عايزك تقف جنبي ولا عايزك تقف حوالين مني ومش مستحمل الريحه. especially طلبه عماره، احنا architects، احنا ناس بتوع برزنتيشن. انت متخيل انا هقتنع ازاي بالبرودكت اللي انت جايبهولي وعايزني اصححه واحط عليه درجه وانا مش طايق اشمك؟ يا جماعه الموضوع بسيط، والله العظيم الموضوع بسيط. استحموا. انت لحظه ما هتستحمى هتطلع برودكت انظف واقيم، لان جسمك هيبدا يشتغل، مخك هيشتغل. مطبق بالثلاث واربع ايام بره البيت دي ملهاش اي علاقه انك ترجع تستحمى وارجع كمل تطبيق. هصحح ازاي؟ والله هصحح ازاي؟ ذنبي ايه؟ عملت لك ايه وحش؟ عملت لك ايه وحش عشان خاطر اوصل لمرحله ان انا مش عارف اصلح اللوحه؟ احنا ما بنبقاش قادرين نخش ديزاين هول، الاستوديو انا مش عارف ادخله، ريحته بتبقى طالعه لبره. ليه؟ ليه احنا مشهورين طول عمرنا ان احنا ناس شيك؟ اللي انت بتعمله معايا النهارده هتعمله في الشغل بكره، هتقابل الكلاينت ازاي وانت كده؟ يا جماعه الناس بتبيع بالبرزنتيشن، ما بالك انت شكلك على بعضك اصبح غير مقبول. نظافتك الشخصيه ملهاش علاقه بحجم الضغط اللي عليك ولا حجم الافورت اللي بيطلب منك. ارجوكم استحموا. سلام.